حاجه مهمه جدا وهتزود معاك معدل الحرق، ولا هي رياضه ولا هي تظبيط نوم ولا هي دايت مناسب وتزود فيه البروتين. الحاجات دي طبعا كلكم بقيتوا اساتذه وعارفينها. الحاجه ديت ناس كتير ما تعرفهاش او بتتوه عنها، وهي البروبايوتكس. التوازن البكتيري نافعه، ده مثبت علميا ان هو بيساعد على زياده معدل الحرق، مش بس بيحسن صحه الجهاز الهضمي وصحه الجسم، لا ده بيزود الحرق عن طريق ان هو بيعمل اول حاجه هو هيقلل الالتهابات ويحسن معاك من مقاومه الانسولين. تاني حاجه هو هيزود معاك من احساس الشبع عن طريق ان هو بيزود توازن الهرمونات اللي داخله في منظومه الجوع والشبع اللي هو الليبتين والجريلين. تالت حاجه وهو بيساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن، والفيتامينات والمعادن دي مهمه جدا علشان منظومه حرق قويه. كمان هو بيتغذى على الالياف اللي انت بتاخدها من الاكل، بيطلع حاجه اسمها الشورت تشين فاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه القصيره، وديت نفسها بتقلل الالتهابات وبتزود معاك من احساس الشبع، وكمان بتديك طاقه اكتر من السكر. كمان من الحاجات المثبته علميا ان مكملات البروبايوتكس بتقلل من الدهون الحشويه وبتقلل من محيط البطن. البروبايوتكس دي هتلاقيها في اكلات زي الزبادي وزي الرايب وزي المخللات الطبيعيه المتخمره. كمان الاكل بتاعها او بنقول عليه البريبايوتكس اللي هي الالياف اللي موجوده في الخضار وموجوده في البذور. ما تستهونش بتفصيله صغيره ممكن تديك تاثير كبير زي تاثير البروبايوتك على معدل الحرق. دمتم سالمين وبصحه، وتابعونا الفتره الجايه نصايح اكتر.